داخل البيبسي موجود عندنا حامض الفوسفوريك. حامض الفوسفوريك وين يخلوه؟ عادة يخلوه بالسوائل اللي تغسلون بها، تنظفون بها الحمامات، يوخر الكالسيوم والرسوبات الموجودة. ليش؟ يعني في حامض فوسفوريك يذوب الدنيا كله يذوب. هذا من يطلب بدنكم يذوب الكالسيوم الموجود داخل العظام. يعني احنا بدل ما نشرب لبن بكالسيوم بدنا نشرب مشروب يوخر الكالسيوم مال جسمنا. فاعزائي هذا راح يسبب لكم بالمستقبل هشاشة العظام. الموضوع الثاني، انتم عبالكم تشربون بيبسي خلاص، لا، البيبسي حسب ما يقول اطباء الاسنان يقول بعد ثلث ساعة من الانتهاء من شرب البيبسي لا زال حامض الفوسفوريك داخل الحلق والسكريات داخل الحلق، وهاي تعمل على ازالة ميناء الاسنان، وميناء الاسنان من زالت يعني بدا التسوس وبدت المصايب. والنقطة الأخرى، أما الفركتوز الحلال اللي موجود داخل البيبسي، الفركتوز سكر نباتي. سكر نباتي الجسم ما يعرف يحرقه. شوف خلي كل شيء الجسم يعرف يحرقه شلون؟ أنتم سيارتكم تمشي على البنزين، أنت لو جبت نفط من البيت درته بالسيارة مالتك، تشتغل السيارة؟ لا، لأنه ما معرف لهذا. هذا السيارة مصممة على أنه تحرق بنزين، أنت جايب نفط ماذا تولد طاقة. الفركتوز الجسم ما يعرف يحرقه على الإطلاق، لذلك يبقى الفركتوز يفتار 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 بالدم إلى أن يلزم الكبد يسوي له يحولها إلى شحوم ثلاثية. وين يخزنها؟ يخزنها بالكبد. شو يصير الكبد بعد مرور السنين؟ يصير عنده كبد دهني. ليش؟ لأن هذا كان يشرب بارد هواية، كان يشرب بيبسيات هواية. فبويا هاي المصايب كلها تجي من ورا البيبسي. والنقطة الأخرى، كل بطل صغير ب 12 ملعقة سكر، والسكر اللي بيه هو سكر الفركتوز يعني حلا أكثر. ف 12 ملعقة سكر تولد 15 غرام من الشحوم. فتزيد السمنة، فالسمنة هي عامل السكر، الداء السكري، الديابيت، والسكر نفسه اللي تستعملوه الفركتوز نفسه هم عامل للسكري. والنقطة الأخرى موضوع مادة الكافيين اللي يذبون بها. مادة الكافيين غير أنها تسبب الإدمان، ما عندنا شغل به. مادة الكافيين تعتبر مادة مضرة. احنا كأطباء من نريد نعطي المريض نعطيه حبوب مضرة، ما نعطيه باستمرار. ليش؟ لأنه الكلية تتعب نتيجة بالمستقبل يصير عندنا فشل كلوي. فبويا إذا يوميا تريدون تشربون باردات مستقبل أسود راح يصير عندكم من ناحية الكلية، لأنه الكلية في حالة شغل مستمر، شغل إضافي، مو شغلها هذا إنه تطلع البيبسيات مالتك، فعلى هذا الأساس راح يصير بها أضرار. نقطة أخرى، عندك صبغة الكراميل الموجود داخل المشروبات الغازية، هي مادة مسرطنة. الكراميل تعتبر من المواد المسرطنة. فبويا جروا ايديكم على لعنوا الشيطان. أنا أدري طيب وهواي طيب والله أنا محبه، لكن لا يوسوسكم الشيطان. هذه كلها أضرار، حاولوا تتجنبوها. وإلى فيديو قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.